اهلا بيكم في الحلقه السابعه من برنامج قواعد التصوير. وزي ما تعودنا في كل حلقه قاعدتين، كل قاعده 4 دقايق شرح للقاعده وكمان 3 امثله لكل قاعده. واول قاعده معانا النهارده وهي قاعده الانحناءات والمنحنيات. قاعده الانحناءات والمنحنيات، القاعده دي بتقوم على الخطوط المنحنيه والملتويه، ولكن لازم اخليها تكون مريحه للعين، اللي يكون مرسومه بشكل لطيف في ليونة. وده هيبان اكتر في السلالم، في الطرق، في الخطوط اللي بتعملها الطبيعة زي البحر، زي الورق، الشجر، واقدر من خلالها ان انا لو شفتها في اي مكان ان انا اصورها. انحناءات ومنحنيات، كل ما تلاقيها صورها، هي دي كلمة ارسم. هنا بقدر من خلالها اوجه عين المشاهد بشكل لطيف ومختلف، مش بقول له بص بشكل طبيعي زي خطوط الاتجاه، لا هنا بشكل مختلف شوية. خلينا نروح للأمثلة على طول عشان الموضوع يكون واضح ليك بشكل أحسن. أول مثال معانا وهو شكل السلم ده، كنت صورته في حديقة الزهرية. لو لاحظنا هنلاقي إن هو بيلف كده بشكل ملتوي أو منحني، وبكده كنت طبقت قاعدة الانحناءات والمنحنيات. ممكن ألاقي القاعدة دي برضو في شكل البحر أو أمواج البحر، اللي هي الموجة اللي بتعمل خطوط منحنية أو ملتوية. أقدر من خلالها إن أنا ألاقي قاعدة الانحناءات والمنحنيات، بحيث إن أنا يا جماعة أقدر إن أنا أطبق القاعدة بتاعتي دي بشكل سهل جدا. بمجرد ما أصورها هنلاقي القاعدة بقت أحسن. طب أقدر إن أنا من خلالها أستخدمها مثلا في طريق زي الطرق الجبلية، زي صورة الطريق اللي أنت شايفه قدامك ده. الطريق هنلاحظ إن هو طالع ونازل كده في عامل منحنيات، فلو صورته هيديني قاعدة الانحناءات والمنحنيات بشكل لطيف جدا. ممكن احط حاجة في اخر الطريق او في الموجة او مثلا في السلم اللي احنا صورناه، وبكده اكون طبقت منه القاعدة اللي انا عاوزها، او اوصل عين المشاهد لهدف موجود في اخر الخطوط دي، بحيث ان انا اوجه عينه بشكل بسيط ومختلف. نيجي للقاعدة التانية معانا وهي قاعدة اسمها الافق المستقيم. هي ايه الحكاية بقى؟ يعني انا امشي على انحناءات ولا منحنيات، ولا امشي على افق مستقيم وهو خط مستقيم؟ بشكل بسيط ان انا استخدم الخطوط المستقيمة جاية بقى بشكل زاوية، جاية بالطول، جاية بالعرض، بحيث ان هي هتديني راحة للعين. دي من القواعد السهلة جدا او القواعد البدائية. مثلا هلاحظها موجودة في المباني، زي المبنى اللي انا مصوره ده في جامعة القاهرة. هنلاحظ ان الخطوط فيه مستقيمة، طبعا مع اللعب في الوان الصورة، فابتدت ان الصورة بتاعتي تكون مريحة للعين. طيب عشان بقى اثبت لك العكس، لو عندنا صورة زي الصورة دي، البيت مايل او الشكل الهندسي هنا مايل، مش هتقدر انك انت تشوف الصورة اكتر من مرة. الصورة هنا مش مريحة للعين. على عكس مثلا مبنى تاني زي المبنى ده، الخطوط فيه كلها مستقيمة بالطول وبالعرض، حتى الظل بتاعها مرسوم على الحيطة بشكل مستقيم، فاقدر ان انا اصورها. كمان صورة المبنى تاني، نفس الصورة اللي انا كنت صورتها وقلت لك عليها، هنلاحظ ان الخطوط فيها مستقيمة بشكل جميل جدا. وبكده نكون شرحنا قاعدتين النهاردة، والحلقة الجاية هي الحلقة الأخيرة في السيزون، من الحلقات اللي هتعجبك جدا، لأن فيها حاجات كتيرة احنا بندور عليها، او حاجات من الاخر مش كله قواعد، الكلام بيفيد اكتر. اتمنى انك انت تعجبك الحلقات، متنساش لايك وشير وسبسكرايب لاخوك يحيى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.